حكاية عمك البشير المنجور. قال لك يحكيو على راجل في خير ولبس عليه بخدمته بتجارته بأملاكه، لكن المرأة طلعت له كسابي وكثرت عليه في الأولاد وفي البنات، ما تولد إلا بالتوامة، ويقولوا كثرتهم أمام الفقر ولا اللي تم. وكثر عليه المرض، ديما اثنين ثلاثة مرضى في الدار، والطبيب كل نهار داخل خارج. زاد طاح هو طالت به المرضى وسلم في أموره وفي خدمته وهو يصرف على نفسه، حتى باع الملكة هذه الملكة الأخرى، الحانوت ولا تسقف وقعة، ولا يصرف من الصحة، ولا يبيع في سيارة المرأة. ايش فاه ربي. لكن كل يد خذت أختها، وراس المال ما ثماش باش يحل الحانوت، قعد بطال. ولو ساعة ساعة يتخصوا في الخبز في الدار، حتى وقف بالباب، لا ما يبيع لا ما يرهن، لا منين يدخل الصور دي. والصغار ما يستعرفوش بهالهدرة، ما يعرفوا إلا الماما. حتى نهار طفت في الهم على قلبه، قال أناش مازال لي بربي من قاعدة في البلاد، نمشي نهج وملك ربي واسع، ولا عين ترى لا قلب يوجع، وهذمك اللي خلقهم أدرى بهم. وخرج نهار على أنه مش يدبر في الفطور، ونادى باب عليه. خرج من الباب شد الثنية، وكيف ما يقولوا وين يتيح عليه الليل يبات. وصل لسوسة، بات ليلة، وزاد القدام صفاقس قابس باقي ماشي. وصل للحدادة، وقتها لا ثم لا عسى لا ديوانة، دخل طرابلس، وديما مقبل حتى دخل الصحراء. مستانس، مرة يلقى دوار على ثنيته، مرة حانوت، مرة سبالة، مرة يلقى شريبة ماء، يلقى يدبر فيه قريقش خبز. أما في الصحراء ما ثم إلا السماء والرمل اللي كثح، لا ماشي لا جاي لا غدير لا خضار إلا وجه الكريم الدايم. جاع، مات بالجوع، حرقه العطش. النهار الأول الثاني الثالث الذي ليه قتلوا الجوع والعطش، وهو نادم اش جاي يعمل في هالخلاء. لو كان قعد في بلاد من البلدان اللي عرضته راهو يخدم حتى حمال ويدبر في عيشته. جا مش يرجع، صعبت عليه، مش يعاود 4 ولا 5 ولا 6 أيام مشي وكرشو فارغة. أبدا يمني في نفسه، بالك توا نلقى العمار، بالك توا نلقى العمار، وباقي ماشي باقي ماشي، حتى وفات الصحيحة ولا يمرد على يديه وسقيه. وإذا بيه نهار يسمع في حس على بعيد، رجعت فيه الروح وقام وتكهرب وبدا ماشي. هاك الحس بقي يتقوى، وهو يبشق في عينيه يشوف شي حاجة، حتى شاف سمعة على بعيد. ولا لك كان ولد صغير وتسيب سبق يجري منادي بك السمعة هذيك. السمعة لازم ثم بلاد وعباد وثم ما ياكل وما يشرب. حتى قرب كهب على الجهة هذيك يشوف ما ثم إلا السمعة. السمعة في الخلاء، لا ثم لا بني لا خضار لا حتى شيء، أما دايرين بها برشا عباد يشوف فيهم من بعيد كيف الدود، يتناقزوا ويتشاطحوا ويمشيوا ويجيوا محظبين. زاد قرب وصل، القاها الناس اللي معافينا يتنادبوا ويجولحوا، وكل واحد يجرد وينوح باللي يعرف. من حينه ادخل في وسطهم وحط يديه على خديه وجبد جبده وقال ها قل لي هي حاشا المحل. يا اخي اللي في جنبه تلفت له وشد له يده وقال له ايش بيك انت ايش تحب؟ قال له ايش نحب؟ نندب معاكم تسالني. قال له انت عاش تندب معانا؟ ايش مدخلك فينا انت؟ شكون سرحك؟ قالوا له هو نديب بالمسلاحة
وبالرخصة وبالبصبرته، نحب نندب على حالي وأحوالي وعلى خصة عقلي وهملتي في هالبرور الطيرة هذه، نحب نبرد قلبي يا خويا. قال له يا أخي خذيت الطريقة باش تندبه؟ قال له هي عيسوية ولا مولاي طيب باش ناخذ الطريقة؟ قال له واحنا هذاك سبرنا، اجا نديك للشيخ خذ عليه الطريقة ومنها نخليك تندب قد تحب. أي قال له، شدوا من يده وقال له معايا. مشى معاه، يلقى راجل كبير قاعد على زربية، لحيته كيف سبايك الفضة هابطة حتى لصرته، وسبحة في يده وهو يتمتم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كب عليه قال له اقعد قدامي يا ولدي. قعد. قال له كي سبتك يا ولدي ومنين جاي؟ قال له يا سيدي من تونس، وراه جرالي وجرالي 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 وحبيت نعمل طروح ونبرد قلبي، يا أخي هذايا هو ما خلانيش. قال له يا ولدي ما هو تاخذ الطريقة قبل؟ هنا عن سيدي. قال له قلبك صافي ما هو؟ قال له أصفى من الحليب. هات يدك. شده من يده وبدا يقرأ ويتمتم، ومنها مدوا يديهم للفاتحة، وقال له خذ يا ولدي، جبد له من وراه 3 خبزات و3 أطباق الماء. قال له شوف هاك السمعة برا، امشي اطلع لها، اطلع لها في 3 أيام في عقلك، وكل يوم ها هيك المونة تاعو، خبزة وبقى الماء. نهار ثالث يوم كيف توصل لفوق للطنقورة بتاع السمعة بالكل، ارمي نفسك في وسط هاك الجماعة، ووقتها يكون عندك الحق باش تندب قد اللي تحب وتبرد جنونك. قام كب على الشيخ وبقى بخير، ومشى للسمعة وهاك الراجل معاه وفي يده 3 خبزات و3 باقل. دخلوا للسمعة، مدهم له وسكر عليه الباب. هات قال الساعة نفطر، عندي جمعة على مطحون الرحال. ضرب هاك الخبزة الأولى هذيك في قدمتين وشد البقال وشكاله، رجعت فيه الروح، تمد على الدرجة الأولى ورقد. ما يكون يفيق إلا من غدوة. كلا وشرب وبدا طالع بالدريجة بالدريجة، وساعة ساعة يطل من قب بتاع السمعة، يلقى جماعة باقي يجولحوا. أي كمالت 3 أيام وصل للطنقورة وطل، يلقى هاك الجماعة هاهم كاللوطة يظهروا كيف النمال. قال أنا مش نرمي نفسي من هوني ما نوصل إلى طرف الحق طرف. ليه؟ اش عملت؟ ومنها قال بربي اش لقيت في الدنيا أنا، مش قبر مشيد ولا خيال مشوم. أي خير من هالعيشة الحرفة هذه. وغمض عينيه وشهد ورمى نفسه. وصل للأرض، حل عينيه، يلقى نفسه كما نقولوا في سوق دلال، حوانت وناس تبيع وتشري، والتباخ والززار والعطار. وهو جيعان، قال هات نفطر الساعة ومن بعد يعمل ربي. تو شدني التباخ في حق الفطور، أما على كل حال نشبع كرشي، وبرا حطوني في الحاجة اللي كان يحبه. دخل حانوت الطباخ. اش تشتهي يا سيدي؟ عندي شوربة مقرونة كشتي شتيت لحم الخضرة لحم البطاطا لحم الجلبانة مشروع. قال له هات صحيفة شوربة. ضربها وقال هات صحين مرقة خضرة. خذا من هذا خذا من هذا شبع. جاء وقت الخلاص، ولا يخزر من تحت لتحت للطباخ حتى جاه. قال له تحب حاجة أخرى سيدي؟ قال الحمد لله. قداش حق الفطور؟ قال له 7. 7 شنو؟ صرف البلاد ما يعرفش صرف البلاد قداش. كيما جرالي هاك النهار في طرابلس، نمد لهم الفلوس نقول خذ. قال له 7 صلوات عن النبي. صلوات عن النبي مش بالفلوس هو؟ قالوا لا، السكة متاع بلادنا هي صلاة عن النبي.
قالوا اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على محمد. جلجلوا 10. قالوا يزي 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 دفعت 3 زايدين. قالوا ما يسالش، والله ما تخليهم عندك هذوك، اشرب بهم قهوه. قالوا كثر خيرك، جب بركات ما قام وقت الصناع هذيك، كثر خيره كثر خيره. قال توا الناس الكل في بلادكم ما يبيعوا الا بسطعن بيه. قالوا هذيك السكه اللي خارجه عندنا يا سيدي، ما نعرفوش غيرها. طيب اخرج. قال انا تعريت وتوسخت، هات نمشي نكسي نفسي ونتستر. ودخل سوق الترك، فرمله وبدعيه وجبه وبرنوس. قداش يا خويا؟ 100 صلاع بي. اي يا ولدي ابدا اقبض. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. صلى له 110 ولا 120. ياسر ياسر يا خويا، اعطيتني اكثر من اللازم. قال له خذ بهم حلوى للاولاد. شرا شاشيه ذو الصباط، مشى للبركه، حط خاتم ديامونت في صبعه وسلسله وقال ذب على صدره. عمل غطسه في الحمام، وكل مره يدفع بالزيت. حتى شاع الخبر في البلاد. جاء واحد براني مبسوط ما يعرفش طرف خلاوي. يلقى دار يدلوا عليها، زاد فيها شراها، هبط الموبيليا وزين وقد. ولاو الناس يفركسوا اشكون يحوزوا ويعطيه بنته. اي مرضى الا بنت شهبندر تجار. عرس كبير والكبير الله، وطعامات وعوادات، وهو حل الكاسة متاع صلاع النبي ويدفع. وفا العرس قعد هو ومريته متهنين في الغاية والنهاية. كل صباح يخرج في جرة الخديم يعبي له القفة بأغلى ما ثم في السوق. نهار الحال صيف، شرى بطيخة. اختار لقى واحدة باهية قادرة، هزها. المرأة كيف تخلى بها، قتلوها البطيخة الكل هذه. قداش شريتها؟ قال رخيصة ايه بلاش، ب3 سلاوات على النبي. قالت له عاد كبيرة ياسر هذه، شوش نعملوا بيها؟ قداش مش ناكلوا احنا؟ قال لها عاد انت حرت، مو نقصتوا اشترها لليوم واشترها الغدوة. قالت له صار انت من جماعة غدوة، عارف نفسك باش تعيش الغدوة وتضرب بك البطيخة هذيك طيرته في السماء. اهبط. حل عينيه يلقى نفسه قدام هاك السمعة، والجماعة باقي يتنادبوا. من حين دخل في وسطهم ونبت ظوافره في خديه وقال ها قل لي ها، وبدا يسلت.